اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي اخبار الكوره في كل مكان. يا ريت قبل ما تسمعنا النهارده عندنا في اخبار عن النادي الاهلي ونادي الزمالك وتمرد عمار حمدي ومصير نادي الزمالك. وعندنا اخبار هامه جدا، يا ريت تسمعها معانا النهارده. بس قبل ما نبدا يا ريت تصلي على النبي وتحط لايك، واخش لك في اول موضوع معانا. عمار حمدي. طيب ايه موضوع عمار حمدي؟ عمار حمدي متمرد على إدارة النادي الأهلي، وبيقول لك ويرفض الإعارة للمرة الثالثة في تاريخه، وبيقول لك يا البيع يا ايه، يا رجوعي للنادي الأهلي، بس كده. وطبعا مش يبقى في غضب كبير من مشجعي وإدارة ومسؤولين إدارة النادي الأهلي بسبب ما فعله عمار حمدي بعد ما أمير توفيق أنهى الاتفاقات مع نادي سيراميكا كيلوباترا للانضمام عمار حمدي إليهم. فعمار حمدي متمرد على إدارة النادي الأهلي وعاوز يقول لك يا البيع يا إن أنا أرجع النادي الأهلي. واللعيب الكويس الدينامو الموهوب عمار حمدي، واحد من اللعيبة اللي هي القوية في مستقبل النادي الأهلي، وهتكون قوية في النادي الأهلي. وبعد الإبداع في كأس العالم والتشريف مصر في كأس العالم، دلوقتي متمرد على النادي الأهلي. وكان متألق مع المنتخب الأولمبي في كأس العالم زي ما قلنا لكم، ودلوقتي متمرد على النادي الأهلي وغضب شديد جدا. طب قول لي هو متمرد ليه؟ عشان عاوز البيع، عاوز يروح بيراميدز يا بيه. أنا بجيب لك من الآخر بقى، معلش. اللي بقوله لك هنا محدش بيقوله. يا ريت تظبطوني لايكات كتير قوي على الفيديو وتوصلوه لمليون مشاهده ومليون لايكس. فبينفذ سيناريو ومخطط غير مقبول بالمره عشان يروح بيراميدز. وعمار حمدي جاي له عروض قويه جدا من 6 أندية في الدوري المصري، واحنا بنكلمك دلوقتي ورونالدو بيتوج بكأس ملك سلمان للأندية الأبطال. ده مش موضوعنا، عفوا انا اسف يعني، بس بنكمل موضوعنا. واللي فرحان بتتويج رونالدو بكأس الملك سلمان كأول بطولة عربية تخش خزائن رونالدو يعمل لايكات للفيديو. نرجع لموضوع عمار حمدي تاني. يا حبيب قلبي انت في النادي الاهلي، ده كان مسؤولين النادي الاهلي بتقول له يا حبيب قلبي ده انت في النادي الاهلي، ولما الاهلي يتمسك بيك ده مكسب ورضا من عند ربنا ليك. نخش بقى على موضوعنا التاني، فرمان مارسيل كولر. مارسيل كولر قاعد في سويسرا بيستمتع كده باجازته، بس مركز مع النادي الاهلي برضه. هنقول لكم ايه دلوقتي تفاصيل. لكن هو كل يوم على تواصل مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة الجديد في النادي الاهلي، والكابتن والدكتور خالد الجواد اللي هو مترجم النادي الاهلي، على علم بكل كبيره وصغيره في النادي الاهلي. قالوا له دلوقتي احمد القندوسي رافض يمشي وممكن ما يمشيش. قالوا له ممكن ما يمشيش وممكن ما يمشيش وما نجيبش مهاجم. قال لا. طبعا انفعل كابتن مارسيل كولر وقال لا، لازم تجيبوا مهاجم وتقنعوا القندوسي انه يرحل على النادي الاهلي. وقال لك لا، لازم يجي مهاجم. وقال لهم اقنعوا القندوسي بالاعاره، ورافض بيع القندوسي كمان. طيب لما اجتمعوا زوم باحمد القندوسي قال لهم لا انا مش ماشي، انا بحب النادي الاهلي، ما تمشونيش من النادي الاهلي. انا خدت معاه 5 بطولات وانا ما بشاركش اصلا، بنزل كبديل. يبقى انا خدت على الطابع المصري وحبيت مصر والنادي الاهلي بسبب النادي الاهلي يعني. وخد 5 بطولات مع النادي الاهلي. كريم نيدفيد كلموا مارسيل كولر، قالوا له انه معروض عليه انديه مصريه كده كتيره، وقال لهم لا انا مش عاوز ولا لعيب من القايمه اللي انا حاططها يمشي منها اي لعيب، لان انا داخل 6 7 بطولات، فمش هعتمد على كل اللعيبه. فيا ريت محدش يمشي اي لعيب لان انا هعتمد عليهم كلهم، وهيبقى في روتيشن كتير في النادي الاهلي. ونخش في حته تانية خاصه بجماهير النادي الاهلي ونفرحهم ونقول لهم ان ناديك هو السادس على العالم يا اهلاوي. يفرح يا اهلاوي، حط لنا لايكات بقى يا اهلاوي. طبعا ده ليه؟ بسبب نتائجه بانتصاراته ببطولاته ما شاء الله عليه، الله اكبر، بكل نتائجه بادارته المحترمه المنضبطه الذي حققها خلال الموسم الماضي وفاز ب5 بطولات. نيجي في جزئيه تانية ونقول لجمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك ان يحذروا بشده ان نادي بيراميدز بدا ياخد مكانته وبياخد لعيبه، بس واثقين في نادي الزمالك انه هيقدر يحقق انجازات وبطولات. احنا في قناه اخبار الكوره احنا محايدين تماما، ولا مع ده ولا مع ده. واحنا كده نكون قلنا لكم يا جماهير اخبار الكرة في كل مكان على كل الاخبار اللي تخص نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز وكل الانديه اللي انتوا عاوزينها. ما تنسوش تظبطوا لي لايكات كتيره كده واشتراكات في القناه توصل الى مليون مشترك. املنا فيكم يا جماهير اخبار الكوره. يلا، السلام عليكم.